المعروف إن كل الأبطال الخارقين يكونوا أمان وسلام ما عدا شخص واحد بس. الشخص ده مش عارف يعني إيه كلمة أمان أصلا. البشر بذات نفسهم لو شافوا الشخص ده هيديله تعظيم سلام. انت لو رفضت أي حاجة من الشخص ده ويا ويلك يا سواد ليلك. الشخص ده بيتكلم نفسه ب24 ساعة، ملك التحرش وملك الميمز ومريض نفسي وبطل الخارق، وهو هوملاندر. دلوقتي هنتكلم عن هوملاندر من مسلسل ذا بويس. وانت زمانك بتقولي هو ايه قصة المسلسل ده يا مكسيكي؟ هو قصة المسلسل بيتكلم عن فرقة اسمها ذا بويس عاوزين يموتوا كل الأبطال الخارقين، لكن يجي شخص اسمه هوملاندر عاوز يوقفهم تماما. طب ايه قصة هوملاندر يا مكسيكي؟ طب اهدى كده علشان انا هقولك كل حاجة. وقصة هوملاندر يا سيدي ان في طفل اتولد في معمل من غير اب ولا ام، وكانوا بيعملوه اسوأ معاملة. العلماء كانوا بيكهربوه وكمان بيضربوه وكمان بيخلي ان هو يقعد لوحده كل شوية ويحطوا سجاير في تحت باطه، وكانوا بيعملوه ان هو سلاح مش بني ادم زينا. وهوملاندر لما عرف ان هو سلاح قوي لامريكا اتحول لمتكبر ومغرور. وهوملاندر شايف البشر كأنهم شوية صراصير ينفع ادوس عليهم في اي وقت. يا عم ده ساب الناس في طيارة وبيقول إن هو مش عاوز يبقى غرقان دم. وبص يا عزيزي المتابع، مش كل شخص عنده قوة خارقة يبقى شخص ده يكون بطل خارق ويساعد الناس، لكن يوم من الأيام نعرف هل الشخص ده بطل خارق ولا لأ. وما تنساش تعمل لايك وفولو وبيس.